جريد 6 ازيكم اخباركم ايه؟ انا مس هبه وده ساينس اكس بي. تعالوا مع بعض يلا نكمل سلسله فيديوهات الشرح اللي احنا بنعملها للمنهج. وكنا اخر حاجه عملناها هي الكربون دايوكسيد. خلصنا مع بعض منهج شهر نوفمبر وامتحنا فيه، ويا رب يا رب الجميع يكون حقق كويس، ونبدا مع بعض على طول من بعد كده منهج شهر ديسمبر اللي بيبدأ بالنيتروجين. وكنا اتكلمنا عن الاتموسفيريك اير وانه بيتكون من جازز كتيرة، كل جاز خدنا لها درس منفصل زي الكربون دايوكسيد وزي الاكسجين. والنهاردة معانا الليسون الاخير اللي بيكلمني عن النيتروجين. يبقى احنا اتكلمنا عن الاكسجين، اتكلمنا عن الكربون دايوكسيد، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن النيتروجين. وبكده هيكون اخر ليسون خلص في يونت 3، ومن المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ في يونت 4. طيب النيتروجين هو عبارة عن ايه؟ قال لي لو فاكر كده واحنا بنتكلم عن الريشيوز اللي موجودة في الاتموسفيريك اير، احنا قلنا ان الاعلى نسبة فيهم الماست abundant gas كان النيتروجين جاز، وكانت النسبة بتاعته قد ايه؟ مين فاكر؟ برافو عليك، 78%. ودي طبعا نسبة كبيرة جدا جدا. طيب زي ما اتكلمنا في كذا جاز قبل كده، كل جاز اتكلمنا عنه كنا بنقول والله اول حاجة يا سيدي هو ايه السيمبل بتاعه. يعني ايه السيمبل؟ يعني الرمز، يعني هنرمز له بايه، هنعبر عنه بايه. بما انه نيتروجين وبيبدأ باول حرف فيه هو الان، يبقى السيمبل بتاعه ان بس كده يا ميس، ولا زي ما كنا بنقول في الاكسجين قلنا عليه O2 يبقى ده N2؟ حاجة تقدر تقول كده. النيتروجين زي الأكسجين بالظبط، ما بيحبش يبقى وحيد، ما بيحبش يقف لوحده أبدا. فعمرك ما هتلاقي أتوم واحدة فتفوتة كده من النيتروجين واقفة لوحدها، دايما هيبقوا اتنين ماسكين في إيد بعض. يعني السيمبل بتاعه هيكون N2. برافو عليك، N2. معنى كده تقصدي تقولي إن المولكيول of nitrogen هيبقى consists of what؟ consists of زي ما انت خدت في الاكسجين بقى، مين فاكر ويقول لي؟ برافو عليك، consists of two nitrogen atoms. two nitrogen atoms. يبقى المولكيول الصغير ده اصغر حاجة من النيتروجين هيتكون من two nitrogen atoms. كده خدنا كام حاجة؟ افتكر معايا. خدنا المولكيول of oxygen وقلنا consists of ايه؟ two oxygen atoms. خدنا المولكيول of carbon dioxide كمان وقلنا بيتكون من ايه؟ one carbon atom two oxygen atoms. برافو عليك. خدنا المولكيول of water وقلنا الwater consists of two hydrogen atom one oxygen atom. المرة اللي فاتت كتبتهم لك كلهم على البورد في الفيديو اللي فات، ارجع له في فيديو الكربون دايوكسيد هتلاقي كل المولكيولز اللي عندك في المنهج مكتوبة. كمان خدنا المولكيول اوف اوزون وعرفنا انه بيتكون من 3 oxygen atoms. ليه بتقولي الكلام ده دلوقتي؟ عشان احنا طول الوقت بنراجع على اللي خدناه قبل كده ونفضل فاكرين كله مرتبط ببعضه. طيب النهارده اخر مولكيول عندنا اللي هو المولكيول اوف نيتروجين، واللي بيتكون من 2 nitrogen atoms. 2 nitrogen atoms. طيب قال لي كمان النيتروجين بيسموه حاجة غريبة جدا، بيسموه ازوت. ازوت. يبقى النيتروجين كولد ايه؟ ازوت. يعني ايه ازوت يعني؟ قال لي ازوت يعني lifeless، يعني عديم الحياة، ما فيهوش حياة، ملوش علاقة باللايف. ليه؟ اللي هو انت بتستخدمه في الريسبيريشن؟ لا، ما بقدرش اتنفسه. بنستخدمه في البيرنينج؟ لا، يبقى مش هيعمل لي بيرنينج فود، يبقى ملهوش اي علاقة باللايف. عشان كده سميته lifeless. يعني ايه lifeless؟ يعني ازوت. يبقى بيجي give reason كبير قد كده وبيتكرر في الامتحانات، يقول لي ايه؟ nitrogen is called azote. ليه؟ هقول inactive gas وهقول إجابة أحسن because it doesn't help in burning. because it doesn't help in burning. انت بتكرر معايا على فكرة عشان على نهاية الفيديو ده تكون حفظت الدرس كويس جدا. because it doesn't help in burning. because it doesn't help in burning. تمام كده؟ طيب يبقى because it doesn't help in burning دي أول حاجة. كمان not include respiration زي ما قلنا، يعني لا ينفع في respiration ولا ينفع في burning، فهو ملوش أي علاقة باللايف خالص. كمان جه
عالم اسمه دانيال راذرفورد discovered nitrogen، وكان الكلام ده سنة ايه 1772. تمام كده. طيب هناخد ايه كمان في النيتروجين النهارده؟ قال لي هتاخد ال existence of nitrogen. تقريبا الليسون اتلغى منه اغلب الجزئيات، مش باقي غير ال existence بس. يعني ايه existence؟ يعني هو موجود في ايه؟ ايه السورسز بتاع النيتروجين؟ الشاطر فيكم هينطق على طول ويقول لي اعلى نسبة من النيتروجين موجودة فين؟ الاتموسفيريك اير. برافو عليك. انا عندي لوحده الاتموسفيريك اير اللي حواليا ده فيه 78% من، او البرسنتج بتاعته في الاير لوحدها كبيرة جدا. انا عايزة ايه تاني؟ يبقى اول سورس اوف نيتروجين هو الاتموسفيريك اير نفسه. يبقى أول سورس للنيتروجين، أول مصدر، أول مكان أقدر أجيب منه النيتروجين هو الأتموسفيريك إير. عايز إيه أكتر من 78%؟ طيب بيجي give reason مشهور جدا، يقول لي give reason nitrogen is most abundant gas is the most abundant gas. يعني إيه؟ قال لي يعني قصدي أقول لك هنا إنه النيتروجين ده ليه هو أوفر حاجة؟ قال لي عشان نسبته 78. يعني الإجابة هتكون إيه؟ because its percentage in atmospheric air is 78%. بس كده؟ بس كده. طيب تاني حاجة كمان موجود فيها النيتروجين بنسبة كبيرة جدا، قال لي living organisms احنا أجسامنا مليانة بالنيتروجين. ليه؟ قال لي لأن النيتروجين بيكون التيشز بتاعة living organisms، يبقى هو كمان enter in composition of all living tissues. كل حتة في جسمك موجود فيها نيتروجين، لأن النيتروجين ده هو اللي بيكون البروتين، والبروتين هو اللي بيخليك تكبر. فده كمان give reason مشهور. ليه النيتروجين enter in the composition of living tissues؟ يعني ليه بيدخل في تركيب الأنسجة، في تركيب جسمك، في تركيب مش جسمك لوحدك طبعا، كل ال living organisms. ليه؟ قال لي because it forms protein، لأنه بيكون البروتين which is used for building the living cells، والبروتين ده هو اللي بيخليك تبني جسمك. يبقى هجاوب على السؤال ده ازاي؟ هقول انه ليه تاني النيتروجين gas enters the composition of all living tissues because it forms protein which used for building living cells، وده اللي بيبني living cells بتاعتي وبتاعت كل living organisms. يبقى أنا لغاية دلوقتي قلت دلوقتي أول سورس للنيتروجين، أول مكان موجود فيه النيتروجين atmospheric air. احفظ معايا السورسز بتاعة النيتروجين ايه؟ أول حاجة الاتموسفيريك اير. طيب تاني حاجة يا سيدي قال لي living organisms tissue. living organisms tissue. طيب ايه كمان؟ قال لي كمان عندك حاجة اسمها الليجيومز. ايه الليجيومز ده؟ الليجيومز دي نوع من النباتات زي الكليفر اللي هو البرسيم، زي البيا البسلة، والصويا بينز الفول الصويا. الحاجات الأنواع دي كلها والأمثلة دي كلها كده على بعضها اسمها ايه؟ اسمها ليجيومز. مالها بقى الليجيومز دي يا ميس؟ قال لي الليجيومز دي عندها مشكلة، هي مش بتعرف تجيب النيتروجين خالص، بتمتص كل حاجة وتقدر تعمل أكلها بنفسها، لأن الجرين بلانتس بيقدروا يعملوا أكلهم بنفسهم في الفوتوسينثيس بروسيس زي ما احنا متعودين وعارفين، لكن يجوا عند النيتروجين ومش عارفين ياخدوه خالص. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مش مهم بقى نيتروجين وخلاص. يجي البلانت يقول لها ازاي مش مهم نيتروجين؟ انا هجيب منين بروتين؟ ما هو انا لو ما عنديش نيتروجين مش هعرف اعمل بروتين، ولو ما عملتش بروتين مش هقدر ابني الجسم، مش هقدر اكبر، مش هقدر اعيش. طب هعمل ايه؟ انا هجيب لك منين دلوقتي نيتروجين؟ تيجي بكتيريا طيبة جدا جدا، نوع من البكتيريا، وتقول له بص بقى يا سيدي انا هعمل معاك ديل، هعمل معاك اتفاق. ايه الاتفاق يا ستي؟ انا ما بعرفش اعمل اكلي بس بعرف اجيب نيتروجين، ايه رأيك اجيب لك النيتروجين واديهولك وانت تعمل لي الاكل وتديني منه شوية، الشجر اللي انت بتكونه ده؟ يقول لها تمام اتفقنا، انا بقدر اعمل شجر بكل سهولة. يبقى الليجيومز هيتفق مع مين؟ مع type of bacteria called nodular bacteria.
مع نوع من البكتيريا اسمه نوديولار بكتيريا. نوديولار بكتيريا، مرة كمان نوديولار بكتيريا that live in their roots. النوديولار بكتيريا دي بتعيش فين؟ بتعيش في الروتس بتاعة الليجيومز، بيخليها تعيش عنده عشان تبقى قريبة منه، تقدر تديله النيتروجين بصفة مستمرة، وبالتالي هو بيديها شوية من الشجر وهي بتديله النيتروجين. طب هو محتاج النيتروجين ليه؟ اتفقنا بقى هو living organism، محتاج النيتروجين عشان يعمل بيه بروتين. طب عايز بروتين ليه؟ عشان يقدر يبني جسمه. تمام، يبقى التايب بتاع البكتيريا ده بيعمل ايه؟ fix the nitrogen gas from air، يعني بياخد النيتروجين جاز من الهواء من الاير inside the soil which is used in making protein، ويبدأ يستخدمه عشان يصنع البروتين. نركز في كل كلمة، الدرس قصير بس عليه شوية أسئلة حلوين. طيب بعد كده يبقى تالت حاجة عندي فيها النيتروجين ايه؟ الليجيومز. أنا قلت 3 sources لغاية دلوقتي، 3 مصادر، 3 existence places: atmospheric air، living organisms، tissues، legumes. الثلاثة دول مالهم؟ الثلاثة دول الأماكن اللي فيهم نيتروجين. طيب لسه في واحد كمان، إيه هو؟ عارف لما يجي يحصل البرق والرعد كده، بوم، برق ورعد وحاجات إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن قوة اللايتنج البرق دي مع بتعمل الأكسجين، بتخليه يعمل رياكشن مع النيتروجين، الاتنين اللي موجودين في الإير فيه أكسجين وفيه نيتروجين، يقوموا الاتنين أول ما يشوفوا قوة اللايتنج دول واخدين بعض بالحضن فورا، ويكونوا يقعد يقول له تعالى كده عشان إيه نستخبى مع بعض ونمسك في إيد بعض عشان نقدر نواجه القوة الفظيعة دي. يقوموا يعملوا لنا إيه؟ يعملوا لنا حاجة اسمها نيتروجين أوكسايد. نيتروجين أوكسايد، يبقى النيتروجين react with atmospheric oxygen أثناء ما بيكون عندي lighting يعني برق، وبيكون إيه؟ بيكون لي نيتروجين أوكسايد. نيتروجين أوكسايد، النيتروجين مع الأكسجين بيعمل لي نيتروجين أوكسايد، وبعد شوية تنزل الأمطار وتاخد كل النيتروجين أوكسايد ده وتنزل توصله لحد السويل، وبالتالي السويل بيكون فيها إيه؟ بيكون فيها نيتروجين. برافو عليكم، يبقى نمبر 4 موجود فيه نيتروجين هو السويل. يبقى دول ال 4 places for existence nitrogen: atmospheric air، living organisms tissue، legumes وsoil. وعرفنا طبعا تفاصيل كل مكان وازاي بيكون عنده النيتروجين بتاعه وازاي بيتكون، ودي حاجة مهمة جدا ازاي بيتكون دي، خد بالك عشان بتيجي أسئلة على كل جزئية فيها. قلنا الأسئلة كمان اللي بتيجي أتمنى يا رب يكون الناس استفادت منها وما تمشيش من غير ما تراجع كل كلمة. لغاية كده الدرس خلص، الأجزاء اللي جاية بعد كده اتلغت كلها، هو درس قصير قوي وصغير. إن شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ مع بعض ليسون 1 في اليونت الأخيرة، وأشوفكم على خير. باي باي، وما تنسوش تقولولي ايه اللي ما فهمتهوش عشان أعيده تاني.